مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنتحدثوا على آخر التطورات بخصوص ملف قضية الصحراء المغربية، وبخصوص القرار المهم اللي منتظر على أنه يتصوت عليه مجلس الأمن الدولي حول تمديد بعثة المينورسو، وحول آخر التطورات في القضية. القرار اللي كان نورمالمون خصو يتخذ اليوم الخميس، لكنه تأجل إلى غد. فقد أعلن مجلس الأمن الدولي على أن جلسته المخصصة لمناقشة ملف الصحراء غادي تعقد غدا الجمعة 31 أكتوبر على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت نيويورك، 8 مساء بتوقيت الرباط. وكيجي الإعلان عن موعد الجلسة بعد فشل الدبلوماسية الجزائرية في تمرير أي تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، إذ رفض أغلب أعضاء المجلس أي تغييرات قد تؤثر على الصياغة النهائية للنص، مؤكدين التمسك بالصياغة اللي كتعكس توافق الأطراف حول المسار السياسي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. أداوة كشفت نسخة مسربة من مشروع القرار المعدل بخصوص ملف الصحراء أنه سيتم التنصيص على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار للتفاوض مع تمديد مهمة المينورسو لعام إضافي. النسخة اللي تم تسريبها كتستحضر الدعم اللي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع. وتضيف أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بإمكانه أنه يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. ونص المشروع القرار أيضا على تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2029، يعني عام بدل 3 شهور اللي كانت كتقال، مع التعبير عن الدعم الكامل من مجلس الأمن للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل إجراءات المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين كيتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وأورد المشروع القرار أيضا أن مجلس الأمن كيرحب بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي، كما يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء. ومن الفقرات المثيرة للانتباه في الوثيقة هي التي تنص على إقرار مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي الحقيقي بإمكانه أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق، مشجع الأطراف المعنية على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول. كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين لهذه المفاوضات ولمهمة المبعوث الشخصي. ويطلب مجلس الأمن وفق هذا القرار المنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن في أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية الحالية للمينورسو، ويدعوه إلى أن يقدم خلال 6 أشهر من تجديد الولاية مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل البعثة مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات. يعني في هذه الفقرات اللي سمعتوا كتسمع غير الحكم الذاتي، مقترح الحكم الذاتي هو الأساس. كانوا غيديروا ديك القضية ديال الوحيد، ولكن لتقريب وجهات النظر باش ما يكونش شي فيتو ديال روسيا ولا الصين، فحيدوا ديك الوحيد وخلاوها الأساس الأكثر تطبيقا، وخلاو على أساسه غتكون المفاوضات. واللي بغى يلتحق بالمفاوضات مرحبا به، واللي ما بغاش يلتحق بالمفاوضات فالقطار غادي يمشي ويخليه. هذا مكان غدا التصويت مع 8 بتوقيت المغرب، كونوا في الموعد. شكرا على المتابعة، وما تنساش تشاركوا في القناة، وإلى اللقاء.